في تعليق جالنا على القناه بيقول: دكتور بعد اذنك كنت محتاجه اعرف تفاصيل المنحه اللي حضرتك اخدتها، ضروري جدا. انطلاقا من هذا التعليق في الفيديو ده هنكلمكم عن المنح وازاي تقدم على المنح وايه هي الاوراق المطلوبه وانت بتقدم. فلو انت طالب ثانويه عامه دفعه 2024، الدفعه اللي لسه متخرجه دلوقتي، ومجموعك مقلقك شويه وممكن ما تلحقش الكليه اللي نفسك فيها، فالفيديو ده ممكن يكون طريق النجاه ليك. في الفيديو ده هعرفك ايه هي المنح وهعرفك ايه هي تفاصيل المنح بالظبط من طقطق لسلام عليكم. فحاول تساعدنا كده في ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن، وصدقني ان اللايك اللي انت بتحطه مش هيخسرك حاجه، ولكن ان شاء الله هيكسبنا كتير ويساعد في انتشار الفيديو لاكتر عدد ممكن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو انت بتشوفني لاول مره فانا اسمي حسام، طالب بدرس طب اسنان، ولو انت على اليوتيوب فانت بتتفرج على قناه تجارب، ولو انت على الفيسبوك فانت في الغالب بتشوفني من على صفحتي الشخصيه. ايه هي المنح وهل الموضوع ده حقيقي ولا لا، وايه هي الاوراق المطلوبه، واقدم ازاي واتابع الموضوع ازاي، والموضوع محتاج واسطه ولا مش محتاج، وكل الاسئله اللي بتدور في دماغك ديت ان شاء الله هجاوب لك عليها في الفيديو ده. مبدئيا عندنا في مصر 27 جامعه خاصه. الجامعات الخاصة دي عدد كبير منها بيطلع منح ومقاعد للطلبة المتفوقين اللي بيكونوا جايبين مجموع كبير، ولكن الحظ لم يسعفهم في انهم يدخلوا الكليات اللي هي طبية مثلا في الجامعات الحكومية. بتقدم الأوراق بتاعتك اللي بتثبت شوية شروط كده هنتكلم عنهم دلوقتي، وساعتها لو ليك النصيب ان شاء الله بيكون ليك مكان في الجامعات ديت. ولكن بيكون ليك مكان ما بتدفعش فلوس خالص، يا اما ما بتدفعش فلوس خالص لو المنحه مجانيه بالكامل، يا اما لو المنحه جزئيه بتدفع مبلغ من الفلوس على حسب نسبه الجزئيه. يعني مثلا ممكن نلاقي منحه جزئيه بنسبه 50%، فانت بتدفع نص الفلوس والجامعه بتشيل عنك النص الثاني، فاهمني؟ فاحنا دلوقتي كده عندنا نوعين من المنح: منح كامله مجانيه بالكامل، ودي ما بتدفعش فيها غير المصاريف الاداريه والتامين 6000 جنيه مثلا كفلوس تامين، على ايام كانت 6000 ما اعرفش كام دلوقتي، وبتدفع مصاريف اداريه كل ترم. تمام، جميل جدا. طيب المنح الجزئيه زي ما قلنا ان هي بتكون حوالي ممكن تكون جزئيه بنسبه 50%، فاحنا بندفع نص الفلوس والجامعه بتشيل عنك النص الثاني. جميل، دي كده النقطه الاولى. طيب هل الموضوع حقيقي؟ طبيعي حقيقي. انا مش هكلمك من منطلق كده وخلاص، انا واحد جربت والحمد لله مشيت معايا، بس انا كنت سعيد جامد في الموضوع، فالموضوع بيحتاج سعي شويه، وهقول لك تسعى ازاي دلوقتي. جميل، حلو. طيب النقطه الثانيه في الفيديو: ايه هي الاوراق المطلوبه منك علشان تقدر تقدم على المنح ديت؟ بص يا سيدي، هنتكلم دلوقتي كده عن 6 اوراق اساسيه، ممكن بعض الاوراق تزيد او تقل من جامعه للتانيه. تمام، جميل. بس اللي انا هكلمك فيهم دي بتكون حاجات اساسيه في الملف بتاعك وانت بتقدم. حلو الكلام، جميل. اول حاجه بتطلب منك هي بيان النجاح بتاعك في ثانويه عامه. تمام. تاني حاجه بتطلب منك، وخلي بالك نقطه مهمه، بيان النجاح ده مش الشهاده، يعني بيان النجاح ده اللي هو بيان الدرجات، اللي هو بيكون مكتوب فيه انت جبت مثلا كذا في العربي، كذا في الانجليزي، كذا في الفيزياء والكيمياء وهكذا. وخلي بالك كمان مش اللي انت بتجيبه من على موقع اليوم السابع، يعني انت مش هتاخد سكرين شوت مثلا من على موقع اليوم السابع وتروح تطبعها وتروح تقدمها في الملف، لا، ده باين الدرجات بتجيبه من المدرسه اللي انت كنت فيها وتقدمه في الملف بتاعك. جميل، تمام جدا. النقطه الثانيه بيطلبوا منك صور بطايق والدك ووالدتك. تمام. ثالث حاجه بيطلبوا منك صور شهاده الميلاد ليك ولاخواتك. ونقطه مهمه جدا، ما ينفعش يكون ليك اخ في جامعه خاصه وتروح تقدم على منحه، مش هينفع. فبطبيعه الحال يعني لو والدك مقتدر وقادر يدخل واحد فيكم جامعه خاصه، فطبيعي يعني يقدر يدخل الثاني، يا اما ما يدخلوش، فاهمني؟ فهي كده. لو انت ما عندكش حد خالص في جامعات خاصه فليك فرصه كبيره ان شاء الله. طيب النقطه الرابعه، في بعض الجامعات بتطلب منك اصل شهاده الثانويه العامه. طيب انت ما معكش غير اصل واحد. تمام. طيب لو اتطلب منك اصل شهاده ثانويه عامه ثانيه بتعمل ايه؟ عندك بتروح مقر الاداره التعليميه في القصر العيني وبتطلع اصل للشهاده وانت واقف. يعني الموضوع ممكن ياخد منك سكه ساعه مثلا او ساعتين وانت واقف، وبيطلع لك وبيطلع لك اصل شهاده الثانويه العامه ليك زي الاصل اللي معاك بالظبط. تمام، جميل. زي مثلا ما بتطلع اصل شهاده ميلاد، يعني زي ما بتروح مثلا السجل المدني كده اللي عندك في القريه او في المركز بتاعك وتقوم تقول له انا عايز اصل شهاده ميلاد، وبيطلع لك اصل شهاده ميلاد. زي الموضوع كده بالظبط، بس دي بتطلع منين؟ بتطلع من القاهره، ما بتطلعش من المحافظات الثانيه. جميل.
عندنا النقطة الخامسة اللي ممكن تطلب منك ألا وهي حاجة اسمها برنت تأمين. إيه هو برنت التأمين ده؟ دي ورقة بتروح التأمينات الاجتماعية في المحافظة وبتقول له أنا عاوز أطلع برنت تأمين على الرقم القومي ده، بتاخد صورة البطاقة بتاع والدك وبتاعت والدتك وتطلع عليه برنت تأمين. برنت التأمين ده بيثبت إن والدك ووالدتك ما عليهمش تأمينات، يعني مش متأمن عليهم، يعني والدك مش مثلا شغال في شغلانة ومتأمن عليه، تمام؟ دي النقطة. النقطة السادسة والأخيرة حاجه اسمها حيازه زراعيه. الحيازه الزراعيه دي بتجيبها منين؟ بتجيبها من الجمعيه الزراعيه اللي موجوده عندكم في القريه، او موجوده عندكم فين، او موجوده عندكم في المركز بتاعكم. طيب الحيازه الزراعيه بتثبت ايه؟ بتثبت ان والدك ووالدتك ما عندهمش ارض زراعيه ملك، تمام؟ فدي برضو بتكون بعض الشروط. طيب يا مثلا هل دلوقتي بقى لو انا عندي ارض زراعيه ولو انا عندي تامين ولو انا عندي حتى في جامعه خاصه، هل صعب ان انا اقبل في المنحه؟ بص يا سيدي، فرصتك قليله، ولكن انا عايز اقول لك ان الموضوع احيانا يعني ايه بيكون فيه بعض التدخلات. يعني على ايامي اتقال قدامي كده بالنص انا معايا واحد تبعي، فلو ما جاش انت تدخل مكانه. يعني كان في واحد موجود في الملف انا احق منه، ولكن للاسف هو كان معاه واسطه، فاتقال لي كده لو ما جاش انت تدخل مكانه. فانا رديت ساعتها والله بجد كده، قلت له يعني حضرتك وعشان ده معاه ظهر يتسند عليه، فاللي ملوش ظهر يتضرب على بطنه. ده قلت له عامة هو ده حال بلدنا يعني مش هتتصلح، بس ربنا صابر يعني وعدت على خير. فممكن ان انت يعني تدخل ممكن لو معاك واسطة بالبلد كده، يعني انت لو معاك واسطة ممكن تدخل. وصدقني بقى لما تسعى اوعى تسعى وانت معتمد على واسطة، والله وربنا شاهد على الكلام ده. انا لما كنت بسعى والله ما كنت معتمد على حد غير ربنا عز وجل. والله كمان انا كنت بقول لك انا كنت بجهز، يعني انا جهزت حوالي 6 ملفات ورميت الورق بتاعي في حوالي 5-6 جامعات كده. فكنت برمي الورق وانا مش معايا حد في الجامعه ديت ولا مش معايا غير ربنا. بس صدقني ربنا لما بيشوفك بتسعى، وربنا لما بيشوفك بتحاول تعمل اللي عليك بيسر لك الامور. والله يعني سبحان الله انا رميت الورق زي ما بقول لك في حوالي 6 جامعات، والحمد لله قبلت في واحده فيهم. فاللي قبلت فيها ديت ربنا سخر لي كده فيها حد يعني ايه يساعدك، ربنا سخر لي فيها حد كده يساعدني في الامر ومشى معايا الدنيا. فسبحان الله انا والله ما كنت اعرفه، والله يعني الحد اللي هو مشاري انا ما كنتش عارفه خالص، ولكن سبحان الله قدر الله ان قدر ربنا ان هو ايه ان ده يحط لك ده في الطريق علشان الدنيا تمشي، فاهمني؟ فانت اسعى واعمل اللي عليك، واهو سبب من الاسباب، يعني اهو سبب من الاسباب، وانت يعني ايه خليك راضي بقضاء ربنا اللي قدره لك في الوقت الحالي، ولكن ايه ده سبب حاول تسعى فيه، يمكن الدنيا تمشي ان شاء الله، وربنا ييسرها لك وتحاول وتقبل ان شاء الله في ايا كانت الجامعه اللي انت بتقدم فيها، تمام؟ بس ايه الشروط بقى المطلوبه منك عشان تقدم على المنحه؟ الشروط ان انت تكون خريج ثانويه عامه نفس السنه اللي احنا فيها، تكون مصري الجنسيه، يكون زي ما قلت لك ايه والدك ووالدتك ما عندهمش حيازه زراعيه وبرنت تاميني. والنقطه دي زي ما قلنا ممكن نتغاضى عنها في حته ان انت لو معاك حد يزق لك الورق بالبلد برضه. بس اعتقد كده كمان المجموع، يعني نقطه المجموع بتفرق بتفرق، نقطه المجموع بتفرق جدا، يعني كل ما كان مجموعك اعلى كل ما كان ليك الاولويه ان انت تقبل ان شاء الله في المنحه بتاعه الجامعات اللي انت تقدم فيها. ازاي تقدم؟ نقطه مهمه، ازاي تقدم؟ بص يا سيدي، علشان تقدم بتتابع الصفحات بتاعه الجامعات على الفيسبوك. يعني مثلا عندنا صفحه جامعه مصر مثلا على الفيسبوك بتتابعها، في جامعه اسمها درايه في المنيا بتتابعها، في جامعه النهضه عندنا في بني سويف بتتابعها. فانت بتتابع الصفحات ديت، واول ما بينزلوا ميعاد المنح بتروح تقدم، تمام؟ فانت خلي بالك برضو تابع، لان مش كل الجامعات بتنزل الميعاد. اول ما تلمح جامعه نزلت اعرف ان بقيه الجامعات برضو في الغالب بتكون نزلت المنح، تمام؟ فانت بتبدا تقدم في الوقت اول ما بينزلوا ميعاد المنح انت بتبدا تروح تقدم الملف بتاعك. خليك ذكي وابدا حضر ورقك من دلوقتي لو انت ناوي، تمام؟ علشان ما تكونش تيجي ساعه ما يفتحوا الميعاد تقول بقى انا لسه هحضر الورق وبتاع، لان الورق احيانا بياخد وقت شويه، المصالح الحكوميه بتغلب شويه على ما بتحضر الورق المطلوب منك. فانت زي ما بقول لك خليك ذكي وابدا حضر ورقك من دلوقتي وجهز ملفك من دلوقتي، واول ما الدنيا تفتح روح ارمي ورقك واسعى، وهو بند بتسعى فيه لعل وعسى. بس اتمنى اكون افدت اي حد في الفيديو ده. فلو انت استفدت حاجه او لو ليك حد في ثانويه عامه ما تبخلش عليه بالفيديو ده، وساعدنا بلايك وشير وسبسكرايب والكلام اللطيف ده عشان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن ونساعد اكبر عدد من اخواتنا واصدقائنا في ثالثه ثانوي. اشوفكم في فيديوهات تانية جايه ان كان في العمر بقيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.